فاكرين القالب اللي عملته المرة اللي فاتت؟ مش هتتخيلوا ازاي حولته لشمعة جميلة جدا. يلا نجرب هواية جديدة، بس المرة دي هبدأ أول دمج حقيقي ما بين هوايتين، والهوايتين هما صناعة الكونكريت وده عملناه في الفيديو اللي فات، والهواية التانية صناعة الشموع. وبجد صناعة الشموع من الهوايات اللي ليها سوق حقيقي وعليها إقبال كبير جدا. سيحت الشمع وضفت الاسنشال اويل ليه وقلبته شوية، واستخدمت قالب الجبس اللي عملته معاكم في الفيديو اللي فات زي ما قلتلكم، وبعد كده صبيته في القالب. وللأسف الشمع ما قضاش معايا، وعلشان كده استخدمت جزء بسيط من الشمعة اللي عندي وعملت بيها أشكال الورد. وابتديت أثبت الورد عليها، خرمت وردة وثبتها من النص، وبعد كده ابتديت أسيح جزء من الشمعة وأثبت عليها الورد بشكل عشوائي. ودي كانت النتيجة. وبجد دمج الهوايات مش بس بيوفر، ده بيخلي النتيجة مختلفة وفريدة من نوعها. وحسيت ان الفكرة دي ممكن تبقى بجد مشروع حقيقي، خصوصا ان كل قطعة بتبقى معمولة بإيديا من الأول للآخر. أما الفيديو الجاي بقى فبرضه هدمج هوايتين مع بعض. ودي كانت الهواية 18 من 30 هواية في 30 يوم. وأشوفكم على خير مع هواية جديدة.